الحاضر. تغير الموروث الحضاري والثقافي للزواج في كل مدن ليبيا وقراها، واختلفت مقاييس الزيجات في المجتمع الليبي. فروقات شاسعة طالت كافة مناحي الأعراس مادياً ومعنوياً. في الماضي كان التعاون بين أهل العروسين هو الأساس، وكانت مراسم الأفراح ومتطلباتها بسيطة، الأمر الذي انعكس على أجواء الأفراح الكرنفالية وسط حضور الأقارب والجيران والأصدقاء الذين عاشوا بهجة ذكريات جميلة خلدها الزمان. بخلاف أفراح الحاضر التي وقفت تكاليفها الباهظة حجر عثرت أمام تمكن الشباب من الزواج، وغاب عنها التكاثف الاجتماعي، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع مقلق لمعدل العنوسة. في يومنا هذا ارتفعت فاتورة الأعراس حتى بات يحسب للخطوبة وعقد القران والمهر وحفلة الزفاف ومتطلبات العروس وأهلها ألف حساب. البهرجة والتباهي والتعاقد مع شركات طهي الطعام وتأجير الأواني واختيار الديكور وغير ذلك كثير باتت هي مقاييس الأفراح. ويبقى السؤال الأجدر بالطرح: إلى مدى يمكن أن تستمر تقاليد المغالاة في المهر والتفنن في النفقات الشكلية والتبذير في المصروفات في الأعراس الليبية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة؟ مريم المهدي من قناة زاجل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.